واش عمرك تسألتي كيفاش تقدر دير محتوى شورتس اجنبي ويكون فيرال وتحقق اكثر من $1000 في الشهر بلا ما تبان بوجهك ولا حتى بصوتك؟ واهم حاجه تقدر تشتغل غير بالهاتف ما محتاجش بيسي. في هذا الفيديو غادي نوريك كلشي بالتفصيل المهم، كيفاش كنلقى الفيديو المناسب، كيفاش كنجيب فكره الفيديو، كيفاش كنستخرج السكريبت، وكيفاش كندير مونتاج احترافي بجميع التفاصيل باش تشد انتباه المشاهد وتخليه يكمل الفيديو للاخر. وغادي نوريك كذلك كيفاش تخلي المحتوى ديالك تحويلي ومختلف عن المحتوى الاصلي باش تتجنب مشاكل المحتوى المعاد استخدامه او المحتوى المتكرر، وتزيد فرصه القناه ديالك تكون مؤهله لتحقيق الربح 100%. وكيف قلنا الاجمل في هذا الشيء كامل هو تقدر تخدم غير بالهاتف ديالك. اذا الا كنتي باغي تعرف بالضبط منين كنجيب الافكار، كيفاش كنكتب السكريبت، كيفاش كنمونطي الفيديو، وكيفاش كنخليه مختلف وتحويلي، والاهم اذا باغي تحقق الارباح، تبع معايا الفيديو للاخر حيت غادي يفيدك بزاف. ولكن قبل ما نبداو، الا عجبك المحتوى ديالي ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك، وشكرا بزاف لكم. اول حاجه غادي نمشيو نقلبوا على الفيديو اللي غادي نخدموا عليه. الفيديوهات اللي عندها قابليه دير ترند تقدر تلقاها في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الانستغرام والتيك توك. هنا كنقلب مزيان على فيديوهات بحال برانكس، يعني مقالب زوجيه، خداع، مواقف مفاجئه، او اي محتوى اخر كتشوف فيه بان النهايه ديالو ممكن تفاجئ الناس وتخليهم باغيين يعرفوا شنو غادي يوقع. المهم ماشي غير تلقى فيديو على مشاهدات، ولكن خصك تشوف واش الفكره نفسها عندها قابليه تشد المشاهد، تقدر تبني عليها الشرط ديالك ويكون قوي. مثلا انا لقيت هذا الفيديو واستخرجت السكريبت ديالو اللي هو غيكون خاص بي انا. طبعا في الاول استخرجته باللغه العربيه، ومن بعد غادي نترجموا للغه الانجليزيه اللي غادي نخدموا بها، لان المحتوى ديالنا اجنبي. بغيتي تخليها عربي خليها عربي. شوف مثلا السكريبت اللي خرجت. المهم اللي صار مع هي البنت ما تتمناه حتى العدو. البنت كانت تمزح مع زوجها وضربته بقنينة على رأسه، لكن لما راحت ولبست نظارتها اكتشفت أن اللي كان بإيدها مش قنينة، كانت مطرقة. وهنا كانت الصدمة. لو كنت مكانها إيش راح تسوي؟ دابا علاش هاد السكريبت بالضبط نقدر نخدموا عليه وتخليه تحويلي؟ أول حاجة عندنا المقدمة خاصة بنا، أي الهوك. هاد النقطة ضرورية تقريبا ماشي تقريبا ضرورية في كل فيديو شورتس ولا طول. تستكمل البداية تعطي المشاهد سبب قوي يخليه يكمل الفيديو. وهنا مثلا كنقولوا اللي صار مع هي البنت ما تتمنى حتى العدو. بهاد الطريقة المشاهد مباشرة كيبدا يتساءل شنو اللي ممكن وقع ليها، وبالتالي كيولي عنده فضول باش يكمل الفيديو يعرف النهاية. وعندنا كذلك النقطة الثانية والمهمة وهي التفاعل. في النهاية كنطرح سؤال على المشاهد، لو كنت مكانها ايش راح تسوي؟ وهنا كنفتح المجال للمشاهد باش يشارك الرأي ديالو ويكتب تعليق، وهذا التفاعل كيقدر يساعد الفيديو ياخذ اشارات ايجابيه من الجمهور. اذا الفكره واضحه، ماشي غير ناخذوا الفيديو نعاودوا نحكيو نفس الكلام، ولكن كنخدموا عليه بطريقه جديده من خلال السكريبت، طريقه السرد، الهوك والتفاعل مع المشاهد. ومن بعد غادي نزيدوا عليه المونتاج باش يخرج الفيديو بشكل مختلف واحترافي وتحويلي كيف ما بغينا. دابا نجيو للصوت. هنا ممكن نستعملوا مواقع بحال Eleven Labs او جوجل AI ستوديو، ولكن انا شخصيا كنستخدم الاصوات اللي كاينين في الكاب حيت كنقدر نسهل على راسي الخدمه ونخدم كل شيء تقريبا ببرنامج واحد. وهذا هو السبب اللي كنصحكم تجربوا كاب برو وتبقاو تخدموا به. المهم اول حاجه كنجيب القصه ديالي باللغه الانجليزيه، يعني السكريبت اللي درت. من بعد ما كنترجم السكريبت كنجي لهنا كنقوم بلصق السكريبت كامل. من بعد كنختار الصوت اللي بغيت، سواء صوت البنت او الولد. من بعد كنستخرج الصوت. ولكن انا هنا عندي واحد الطريقه اللي كتسهل عليا المونتاج بزاف. انا ما كنستعملوش مباشره، كنقوم اولا بحفظ الفيديو كيف ما هو، ما كندير حتى حركه، غير كنستخرج الصوت كندير حفظ للفيديو. من بعد ما كندير حفظ للفيديو كنرجع مباشره للمشروع وكنحذف الصوت اللي استخرجت كامل، يعني ما كنخرجش من الفيديو، غير كندير حفظ كنرجع مباشره. من بعد كنجيب الفيديو اللي حفظناه من هذا المكان واللي فيه الصوت، كنختار استخراج الصوت. دابا كنقدر نمسح الفيديو ونخلي غير الصوت بهذه الطريقه هذه. وهنا غادي تلاحظوا بان الصوت رجع باللون الازرق، والاهم هو انه كيبين لي الفراغات بين الكلام. وهنا بالضبط كتبدا العمليه اللي كتسهل عليا المونتاج. دابا غادي نخدموا الصوت مع الفيديو، يعني كل كلمه وكل جمله نحاولوا نخليوها متناسقه مع الصوره او اللقطه اللي كنشرحوها. وهذه العمليه كنقوموا بها باعتماد على السكريبت الانجليزي اللي عندنا ومعاه السكريبت المترجم. اذا ما كنتيش كتعرف الانجليزيه كتشوف مع الترجمه العربيه، حيت ما يكونش الصوت كيهضر على حاجه والصوره كتوري حاجه اخرى. كنظن الفكره واضحه. من بعد ما كنكمل هذه المرحله ونكون رتبت الصوت مع الفيديو بشكل كامل، دابا ندوزو للمرحله اللي كتهم بزاف وهي المونتاج الفيديو. اول حاجه كندير هي تاخير وتسريع بعض اللقطات على حسب النص وعلى حسب الصوت اللي عندنا. يعني ممكن يكون الفيديو قصير والصوت طويل، وممكن الصوت قصير والفيديو طويل. نتمنى الفكره تكون واضحه. مثلا الا كانت عندي لحظه مهمه في القصه وبغيت المشاهد يركز عليها، كنقدر نبطئ اللقطه شويه، والعكس الا كانت لقطه عاديه او فيها وقت زايد كنسرعها باش نحافظ على سرعه الفيديو ما نخليش المشاهد يمل، وفي نفس الوقت كنمشي مع الصوت. يعني الصوت ممكن يكون قصير على الفيديو او الفيديو يكون قصير على الصوت. من بعد كندير التصغير
وتكبير الفيديو على حسب النص. مثلا فاش كنقول بان البنت ضربت زوجها بالقنينه على راسه، هنا كنقرب ونزيد الزوم على الراس باش نخلي التركيز على الحدث. من بعد فاش نوصل للحظه اللي كتكتشف فيها بان اللي كان في يديها ماشي قنينه وانما مطرقه، كنستعمل الزوم مناسب باش نركز على هذه اللحظه واللي هي التكبير لليد. يعني بشكل عام التكبير والتصغير كنخدموا على حسب الكلام واللقطه باش الفيديو يبقى متحرك وما يكونش جامد وايضا يكون احترافي. من بعد كنجي هنا نغير شكل الفيديو او نغير اللون الفيديو وكندير 4K. من بعد كندير انتقالات للفيديو، يعني ما بين اللقطات ضروري من انتقالات ونختاروا على حسب الذوق ديالنا، وانا دائما كنركز على هاد الانتقالات. بغيتو ديروهم ديروهم. من بعد كنمروا الاصوات او المؤثرات الصوتيه، وهنا كنستعمل بزاف ديال المؤثرات البسيطه، ولكن الاهم بالنسبه لي اللي كنستخدمهم دائما هما البوب والكليك والكاميرا شوت. هادو كيخليو الفيديو احترافي جدا. دابا غادي نزيدو واحد التفاصيل اللي كتفرق بزاف في المونتاج، وهي الدائره والسهم الاحمر. مثلا فاش كتقول هاد الفتاه كنقدر نحط السهم قريب منها باش نوجه عين المشاهد مباشره للشخص اللي كنهضروا عليه، وباستعمال الكيفريم كنحرك السهم مع حركه الفتاه، وبهذه الطريقه السهم كيبقى تابع ليها وما كيبقاش ثابت في مكان واحد. ونفس الشيء بالنسبه للدائره. مثلا في لقطه ضرب الزوج على راسه بقنينه كنحط دائره على الراس، ومن بعد باستعمال الكيفريم كنخلي الدائره تتحرك مع الراس ديال الرجل. وتحت السهم وتحت الدائره كنقدر نضيف مؤثر صوتي بسيط بحال البوب باش الحركه تبان اقوى ومتناسقه مع صوت احترافي. دابا وصلنا تقريبا للخطوات الاخيره وهي اضافه تاثير للفيديو. كنجي لهنا ونختار تاثير مناسب للفيديو ديالي، وانا غالبا كنستعمل تاثيرات بسيطه بحال اطار الفيلم او نقط البيضاء، لكن المهم هو ما نكثرش من التاثيرات ونخليها مناسبه للمحتوى بطريقه احترافيه وفيديو جيد. من بعد كنتاكد بان التاثير مطابق على الفيديو كامل. دابا بقى لينا واحد من اهم الاشياء وهي الكلمات اللي غادي تظهر مع الصوت. كنجي هنا واختار خيار استخراج الكلمات من الصوت. من بعد كنتاكد من نص كلمه بكلمه واش كل شيء صحيح، واش كاين شي اخطاء املائيه ولا لا. من بعد كنختار نوع الخط واللون المناسب. كنكبر حجم الكتابه شويه باش تكون واضحه وسهله للقراءه. ودابا نزيدو كذلك اسم القناه واللي كيكون بمثابه براندينغ للقناه ديالنا. كتكتب الاسم القناه، كنختار ليها الخط واللون مناسبا، ومن بعد كتصغروا ونحطوا في المكان المناسب تحت بهذه الطريقه. كنقدروا نزيدوا ليه حتى حركه دخول بسيطه باش يبان بشكل احترافي وما يكونش مجرد نص ثابت. وهكذا من بعد ما كنكملوا هذه الخطوات كاملين كيكون عندنا الشورت معدل بطريقه احترافيه وبطريقه بسيطه، والاهم ان كل شيء قدرنا نديروه غير بالهاتف والفيديو صار تحويلي 100% خاص بينا. وهنا نكونوا سالينا المونتاج. دابا نشوفوا النتيجة النهائية. What happened to this girl is something you wouldn't wish on your worst enemy. She was joking around with her husband and playfully hit him on the head with what she thought was a bottle. But when she looked down, she realized something terrifying. What she was holding wasn't a bottle, it was a hammer. She immediately turned back to check on her husband, and what she saw left her completely shocked. If you were in her place, what would you do? والأهم دابا هو الاستمرارية. خاصك تحاول تنزل فيديو كل نهار قدر الإمكان. دير النشر ديالك في نفس الوقت تقريبا باش يكون عندك نظام ثابت في القناة وما تعتمدش غير على فيديو واحد باش ينجح. وكيف ما شفنا هاد الطريقة سهلة وما كتحتاج لا صوت ولا الضوء. حتى الخدمة كاملة تقدر ديرها غير بالهاتف، يعني غير اللي ما باغيش يخدم على راسو يستمر يقدر يبدا بهاد الطريقة ويطور المحتوى ديالو مع الوقت، وممكن ينجح ويوصل ارقام قياسيه. اخوان هادشي هو اللي كاين عندي ليكم في هذا الفيديو، نتمنى نكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه. وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه، وخليوا لي تعليق تحفيزي باش نعرف واش عجبكم المحتوى وشنو الموضوع اللي بغيتوني نشرحه في الفيديو الجاي. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.